بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. بنرحب بكل سادة مشاهدي تيستي فود في كل مكان. النهاردة هنبدأ نتكلم. طبعا زي ما انتم عارفين كل خميس بنعمل أفكار جديدة في القناة، سواء أنا أو زمايلي الموجودين. فالنهاردة برضو من ضمن الأفكار اللي احنا بنطرحها على حضراتكم ازاي تعملي البوكيه الفاكهة. كتير لما بنروح زيارات لأي حد بناخد بوكيه ورد، الجو ده. لكن دلوقتي الفاشن أو الجديد اللي طالع عامة يعني موضوع بوكيه الفاكهه، ازاي تقدري تعمليه عندك في البيت. على فكره بطرق سهله جدا وبسيطه، ما فيهوش اي حاجه او ما فيهوش اختراعات، ما فيهوش صنعه يعني، على قد ما فيه بس تناسق الوان بين الفاكهه وازاي انت تحافظي عليها وبعد كده تسلفنيها وتقدميها. دي حاجه تبقى تحفه جدا ولفته بتبقى جميله جدا لو حضرتك تقدري تعمليها او في امكانيتك انت تعمليها. لو ما عندكيش امكانيات تعمليها تتفرجي وتشوفي ازاي نقدر نعمل بوكيه فاكهه بطريقه سهله وبسيطه جدا. هستنى اسالكم استفساراتكم على ارقام التليفونات اللي هتظهر دلوقتي قدامكم على الشاشه او عبر الفيسبوك او الانستجرام زي ما انتم عايزين. الاسئله بنبدا ان احنا ننفذها على طول حلقات عمليه. والخميس الجاي برضو ان شاء الله عندي فكره هايله للديكور، ازاي نقدر نعمل ديكورات للشوكولاته. هنعمل حلقه كامله مفصله ازاي تقدري تعملي ديكور بالشوكولاته. الخميس الجاي ان شاء الله انتظرونا في تيستي مصري. طيب تعالوا نشوف ازاي ببدا ان انا اشتغل عندي في البطيخه. طبعا هو موضوع الكارفين او النحت بيبقى صعب شويه على اي ست بيت. في حاجات سهله احنا ممكن نعملها، انك تقدري تعملي باسكت من اي شكل، حتى لو هتجيبي على فكره بتنجانيه رومي كبيره وتبداي اللي انت ترشقي فيها لاي فاكهه عندك. طيب تعالوا نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. حلقه النهارده ما فيهاش مقادير قد ما فيها ان احنا ننبسط مع بعض ونسمع اصواتكم واحنا شغالين. دي اللي بالنسبه للبطيخه بتاعتي بجيبها وببدا ان انا اعملها مثلثات زي ما انت شايفه كده بالظبط. تمام. طب تعالوا نكملها. انا في 2 بس عندي اهوت هكملهم. بعملها اللي هي 7 في 7 في 8. ادي 7 بصي في 8 اهي. بصي بتقومي جايبها كده اهي. السكينه تكون عندك صغيره. دي السكينه اللي انا بشتغل بيها اسمها تورنيه اهي. حاضر. وابدا اللي انا بص بشيل دي كده. لا من هنا برضو ومن هنا كده عشان ابدا اللي انا اشيل دي. طيب دي لو انت عايزه تسيبيها، عايزه تسيبي الشكل ده وتعمليه هنا كده ويبقى تبع الباسكت مفيش مشكله. وده اللي انا هعمله. هنضفها كده وهبدا اللي انا اشيلها واحطها هنا كده بحيث ان انا املى بيها الباسكت بتاع الفاكهه. طيب حلو الكلام. نشيل دي جانبا دلوقتي على ما ننضفها. ايه اللي احنا ممكن نعمله هنا تاني؟ تعالوا نعمل ورق الشجر بمنتهى السهوله. هقول لك ازاي بيتعمل. بصي الموضوع النحت ده ممكن تجيبي كام بطيخه كده قبل ما تاكليها وتقعدي تنحت عليها. شكلها حلو قوي على فكره. ممكن تحطها مع الاكل وبعد ما تخلصي اكل تبداي حضرتك اللي انت تاكليها وان شاء الله تطلع حمراء. واقول لك على فكره على افكار كتير ازاي تنقي البطيخه حمراء، لان احنا عندنا ناس كتير قوي ما بتعرفش تفرق او تعرف البطيخ. على فكره السيزون بتاع البطيخ ده السنه دي حلو بصراحه يعني. الحمد لله ربنا كرمني ب3 بطيخات طلعوا ممتازين. بس بيوجع البطن مش عارف ليه. اصل الواحد بيتقل منه مع الجبنه الحادقه. شكرا مش عارف محتاج انت حاجه تانية. يا حاجه ناديه. ايه يا حبيبي، اخبار البطيخي في اسكندريه يا حاجه ناديه؟ النهارده النبي مش حارسك وصاينك الله يكرمك وحافظك لنا حبايبك والماما وللدنيا كلها. يا رب. ايه التعامل يا ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك. انت فنان في الاكل ولا فنان في الحمد لله ده فضل من ربنا. بسم الله ما شاء الله يا محمد. فضل من ربنا ونعم. ربنا يكرمك يا رب. كل اللي يشوفك لازم يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ربنا يكرمك والله. بتديني اكتر من حقي. يحسن. لا ازاي ما تقولش كده، ربنا يكرمك. غالي عندي جدا يا محمد. ربنا يكرمك يا ست الكل. ربنا يكرمك. طبعا كلمه من زمان ده مش معناها ان انت عجوز، لا. انا عارف. يعني من يوم ما انت اشتغلت وانا بتابعك. لا يا حاجه ناديه، ده الكاميرا اللي مطلعاني بس كده ان انا شعر ابيض يا حاجه. لا ده انت قمر والله ما شاء الله عليك يا ربنا يكرمك يا حاجه ناديه. ربنا يسعد ايامك. كفايه ابتسامتك اللي بتطلع بيها. اللهم امين يا رب. اللهم امين. شطارتك يا محمد. اللهم امين. من فضلك انا عايزه المكرونه النجريسكو من سيادتك. يا سلام. يعني الاسبوع القادم ان شاء الله. زي الزلابيه صح. والله عملت لي الزلابيه. والله الحلقه الزلابيه ان شاء الله. ربنا بس يدينا العمر ان شاء الله. لا ان شاء الله الاسبوع القادم لا يوم الثلاث. ضحكت عليا وخلتني لبست البيتزا في البتاع ده المطبخ. لا يوم الثلاث. تعمل فيا ايه تاني بقى؟ لا يوم الثلاث لا يوم الاربعاء يا حاجه ناديه من عينيا. حاضر ان
شاء الله تعيش طول العمر وما تغيب ابدا عن الدنيا يا رب، محمد. ربنا يكرمك يا ست الكل. الله يخليك. الله يكرمك يا حاجه ناديه، شكرا لحضرتك، شكرا. الله يكرمك. يلا البحيره، مين معانا من البحيره؟ يا حاجه هناء. طيب حاولوا تتصلي بينا تاني يا حاجه هناء. بصي دي على فكره سهله جدا. هي عده النحت دي على فكره يعني ايه، لو حابه تجيبيها او بسكينه على فكره يعني سهله. بص اهي، تبداي تعملي ورق الشجر كده اهو، سهله سهله. هنا كده بقى، واجيب عندي ايه دي المشطه دي، وابدا بص اهي اللي ممكن اللي احنا بنعمل بها الجزر على فكره، المخلل والحاجات دي كلها نقدر ان احنا نشتغلها بيها. هي بصي يعني شكل، ببدا ان انا ايه اجزعها كده اهوت، هتبهدل لي الدنيا. لكن عايز اوريكم الشكل اللي انا بعمله، كل حاجه بعملها لكم على الهوا، يعني بتدي شكل كده بجزع بيها البطيخيه بتاعتي. حلو. طيب اميلها كده. طبعا بص انا على فكره فاتحها من تحت ومميلها بحيث اللي هي في الاخر تبقى زي الباسكت. اقفي بقى الله يكرمك. ايوه انا هلم بس الدنيا كده، وبعد كده هبدا ان انا اشتغل في الباسكت بتاعي الفاكهه. كل ده هتحط عليه فاكهه من جوه. طيب بس هنضف الاول. حلو. طبعا مقاديرنا ما فيهاش ما فيش اي مقادير النهارده. الفاكهه اللي موجوده عندك والحاجه اللي موجوده عندك تبداي تشتغلي بيها. يا حاجه سوسو. ابو انس، صباح الفل. مساء الفل. يا مساء الجمال. صباح الورد والياسمين. صباح الفل عليك. تسلم ايديك وعينيك والله. ربنا يكرمك. مش ممكن الحاجات اللي بتتحفنا بيها دي. ربنا يكرمك يا ست الكل، ده من ذوقك. كل سنه وانتم طيبين والكاست كله طيب. وحضرتك طيبه يا ست الكل والله. والبنات الامامير ان كانت كنزي ولا نورهان ولا مش عارفه اقول مين ولا اشكرك يا ست الكل. ربنا قناه تحفه. ربنا يكرمك والله. بس انا عندي مشكله بقى. ايوه. انا مش عارفه اتواصل معاك على الفيس. ليه طيب؟ مش عارفه. ايه المشكله؟ كل ما اكتب يطلع لي حد تاني غيرك. ازاي طيب؟ ما اعرفش والله يا شيخ محمد. انت كويس ان انت قلت لي كده. انا يمكن بعت لك انا وقلت لك. طيب حاضر والله، من عينيا الاثنين حاضر. ربنا يخليك. بص حضرتك يا فندم تسلم ايديك والله على كل اللي بتعمله. الفيس هيطلع دلوقتي قدامك. عايزين ننزل نبقى هشام موضوع الصفحه، صفحه تيستي مصري وصفحه تيستي طب فود. ابعتها لي على الواتس. حاضر من عينيا. ربنا يخليك. تحت امرك. شكرا لحضرتك. ربنا يخليك ويسعدك وتسلم ايديك وعينيك على كل اللي بتعمله. شكرا يا ست الكل. وتحياتي لابانوب ومخرجنا العظيم. الله يصلح حالك. الله يصلح حالك. احنا كلكم يوصل. والله ما فيش حد يتخير عن التاني. يوصل يا ست الكل. القناه 10 على 10. ربنا يكرمك يا ست الكل، وكلهم بيسلموا على حضرتك. يا رب في تقدم يا رب. اللهم امين يا رب. خلاص انا هستنى تبعت لي بقى. حاضر من عينيا الاثنين. تسلم عينيك يا قمر. شكرا يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. بص بقى يا عم هشام، شكلك واكل ضاني النهارده وبتاع. ادي عندي الفراوله، عندي عنب، عندي كيوي، عندي مشمش. انا قلت لك كل بتلو، البتلو اخف. طيب عندي عنب وعندي فراوله وعندي كيوي وعندي كانتالوب وعندي تفاح. طيب عندي ايه بقى بعد كده؟ بجيب عندي جيلي تلميع يكون بتاع الفاكهه، وابدا ان انا احط دي في الخله كده واسقطها، بجليها، وابدا ان انا اعمل البوكيه بتاعي الفاكهه بتاعي. اخلي العالي فوق والواطي تحت. تمام. وانت يعني حتى وانت بتشتغليها تخلي بالك تخلي السن لتحت. طبعا ايه هياخد الموضوع ده وقت. انا عايز القناه اصلا تخش كلها تساعدني. تمام. ادي عندي الفراوله بتاعتي اهيت. اهم حاجه الفراوله تبقى ايه بالسن ده، يعني السن يكون لبره. وابدا ان انا اجيب عندي في الجيلي. طب ليه في الجيلي؟ عشان تتحمل معايا كويس جدا. تمام. وبعد كده عندي الايه المشمش نفس الكلام. وهنبدا نعمل اشكال دلوقتي على فكره بكل حاجه. ده المشمش اهوت في جيلي، مبدا ان انا اشليه. طب ليه الجيلي ده؟ عشان يحافظ عندي على الماده اللي فيها. هي كده كده اصلا الفاكهه فيها ماده بكتين، فانا عشان احافظ عليها اكتر بديها اللي هو الجيلي التلميع اللي حضراتكم شايفينه ده. اي بقى الوان عندي ببدا ان انا اشتغلها واخلي العالي فوق واطي تحت بمزاج. صدقيني الموضوع ده هيبقى مختلف تماما لو انت حضرتك فكرتي ان انت تعمليه. اهو. بعد كده عندي ايه الكيوي. احط ده بس الجيلي ده عندي على النار. وعندي بعد كده الكيوي. طيب الكيوي ازاي اقدر ان انا اعمله؟ بمنتهى السهوله. هجيب الكيوايه وابدا ان انا اهو اقطعها على 2
تمام. وبعد كده ببدا ان انا اجيب عندي الخله، زي ما اتفقنا ببدا ان انا اجيب عندي الحاجه، الخله بتاعتي تكون الجيلي على طول يكون عندي على النار، والخله السن يكون لتحت اللي هيبقى ماسك من تحت، وهبدا ان انا اجيبها بمنتهى السهوله. هي مساله بقى تفانين. طيب نجيب عندي ايه تاني؟ ادي الخوخ بتاعي، هاخد دي اخر واحده بس الكوايه، وفي سن بيبقى في الكيوي كده لو انت برضو عايزه تشيليه يكون افضل، السن اللي فوق. هجيب عند الخوخ ابدا ان انا افتحها. حاضر. وهقسم دي على كام؟ على 4. ولا بقى هعمل حاجه ولا اي حاجه، الموضوع سهل وبسيط جدا. اهي في السن ده اهو كده. واهم حاجه فين؟ في الجيلي. هجيب الجيلي هنا كده عشان ما يدوخنيش. اتفقنا اللي هي بتبقى فيها موضوع احساس العالي فوق وعالي الواطي، دي بتفهم ازاي؟ دي بتبقى سهله جدا، احلى من فروت سلطات، احسن من حاجات كتير قوي تقدري تعمليها في البيت. على فكره الجيلي ده بيدي طعم حلو جدا برضو للحاجه اللي انا بشتغل فيها. تمام تمام اهو. وفي الجيلي برضو نفس الكلام. طيب ايه تاني؟ عنب. طبعا هي بص الوان بقى، اي لون عندك تقدري انت تشتغلي ايه فيه. عنب اسمر، اي نوع فاكهه، مش شرط عليك اي حاجه. تبداي انت تجيبيه كده اهوت وتبداي انت ترشقيه. وفي الجيلي يلا. اول حاجه عملنا اهوت البوكيه، عملنا البطيخه، بعد كده عملنا القرع. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني عشان نكمل مع بعض الكارفن، او ازاي نقدر ان احنا نعمل برضو بوكيه عندي بالقرعايه. هنشوفها ازاي بعد الفاصل ان شاء الله. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وزي ما انتم شايفين كده ايه بنبدا ان احنا نخلص البوكيه بتاعنا. وابدا ان انا اجيب شويه زهور كده من عندي، وببدا ان انا ازين بيها التحت. اقلب فيها كده شويه. تمام كده يا اخوانا. اهم حاجه تبقوا مبسوطين مني. جدا. ما تشغل يا عم نبوي اللي انت كنت مشغله في الفاصل. ايه المشكله يعني؟ بجد والله ده حاجه جميله على فكره، مشاهدينا مبسوطين جدا لو سمعوها. لا خالص. ادي شويه زهر. يا مدام نجوى. ايوه يا فندم. مساء الخير. مساء الفل. ايه الجمال والحلاوه والفن ده كله يا محمد؟ اتفضلي.
مش معقول يا ابني، يعني ربنا ربنا يكرمك. يحميك لشبابك ويزيدك من نعيمه يا رب ان يا شاء ربنا الله. يكرمك يا ست الكل، والله من ذوقك. بقول لك ايه يا محمد، اتفضلي. هو البسبوسه ايوه. لازم تتعمل بالسمنه مش ممكن بالزبده؟ لا بالسمنه احسن عشان تبقى مرمله، السمنه بتنعم، الزبده طيب. بتنشف، مش بتبقاش حلوه يعني في حاجه زي كده. طب حاجه ثانيه يا محمد. ايوه يا ست لو الكل. سمحت لما تيجي تعمل حلويات في صينيه قول لنا مقاس الصينيه كام؟ 24. حاضر، من عينيا الاثنين. البراونيز امبارح اللي انا عملته كان فورمه مربعه 17 سم. البسبوسه كانت في مقاس 24 سم. كويس ان انت سالت السؤال ده عشان انا اتسالت عليه كتير. كمان عايزه اقول لك حاجه يا محمد. اتفضلي. الدونات طلع جميل جدا. بالهنا سلم والشفا. ايديك وعينيك وربنا يخليك لينا يا رب. طب وايه رايك في فكره البوكيه بتاع الفاكهه ده؟ لا لا ده ما بدوش كلام، انا عايزاه. انا نفسي فيه يا محمد. هجيبه لك والله. حاضر. اوعى ترجع في كلامك يا محمد. والله ما ارجع عادي، قولي سيبيني عنوانك وتحت امرك عادي، مفيش مشكله. خلاص يا عم اديلك عنواني بس تعالى. مفيش اشوفك مشكلة. انت بس، كفايه عليا. تحت امرك يا ست الكل، تحت امرك. والله العظيم لولا ان انا ابعته لاي كل واحد في الموجود، لان الحاجات دي بتبقى يعني زي الفرحه اللي احنا شفناها في المرج دي، الواحد نفسه يكررها كتير بصراحه يعني، والواحد بيبقى مرحب بحاجه زي كده. طيب تعالوا نشوف. عندنا التول ده بجيبه واعمل الفيونكه بتاعتي. أنا مش عارف انا بعد عندي ليه، او ممكن اجيبها هنا كمان. معلش انا اسف، أنا لما ضهري يوجعني او رقبتي توجعني يعني. تعالى اهو. لا بقول لك ايه. يا مدام سميرة. يا مساء الفل. مساء الجمال يا فندم. اولا تسلم ايدك على الجمال اللي انت عامله ده. ربنا يخليك، ده من تحفه ذوقك. فعلا، دي ما ينفعش انها تتاكل. ربنا يخليك، ده من عايزه ذوقك. تتحط كده كديكور في البيت. والله هقول لك على حاجه، ما جبتش حاجه من بره، يعني كل حاجه موجوده عندنا، بس احنا نوظف بس الحاجه اللي لا عندنا. انا بقول لك ما بس. ينفعش تتاكل. الله يكرمك يا ست الكل، ده من ذوقك. بس انا زعلانه منك برضو. معلش انا اسف. قول لي ليه. ليه طيب؟ انا طلبت المحلب وما عملتوش. الايه؟ المحلب. المحلب حاضر، من عينيا الاتنين، اوعدك والله حاضر هعملهولك. حاضر. تسلم عينك تحت وميرسي أمرك. خالص على كل حاجه بتعملها. شكرا يا ست الكل، ربنا يكرمك. شكرا ليك. بصي طيب، القرعايه دي انا جبتها في قرع في موجود في السوق، انا ما اعرفش حتى القرع غالي ليه، يعني دي اكتر حاجه بصراحه استغربت منها. انا فوجئت اصلا بسعره النهارده، كل حاجه زادت شويه بصراحه، لكن ده زاد قوي، زاد شويه. دي القرعايه جبتها اللي هي في عم نبوي، في واحده هنا النص ده هو كان كده، يعني هي كانت قرعايه كامله، فخدتها بالورب كده تمام بالترانش بتاعي، قطعتها وبعد كده بقت اللي انا اجزعها عشان برضو اعملها بوكيه، تبقى بوكيه زي ما انت شايفه كده. دي البوكيه اللي هو الصناعي، ورد الصناعي، فبالك انت لو عملت حاجه تكون طبيعيه وكل حاجه بتتاكل فيه. تمام. فكل الفكره ان انت مثلا البوكيه اللي انت تعمليه دهوت تسلفنيه وتشيليه كده، تقدميه كاي زياره انت تروحيها المريض او تزوروا بيه اي حد مش شرط، او في البيت كمان. يا ام ياسمين. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازيك يا شيخ محمد؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ايه اللوحات الفنيه دي ما شاء الله عليك. ربنا يكرمك يا ست الكل. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك. احنا عايزينكم بقى تيجوا عندنا اسكندريه يا باشا والله احنا قلنا اتفقنا احنا هنروح كل محافظات مصر اكيد يعني ان شاء الله. بإذن الله هتنورونا. فاللي هيقع عليه الاختيار هيبقى موجودين عنده ان شاء الله. يا رب المره دي يبقى اسكندريه. ان شاء الله. وارقام العزومه قلناها لحضرتك على الهوا. ان شاء الله. تحت امرك يا ست تسلم الكل. ايدك على كل اللي بتعمله والله، حاجات ربنا جميله. يخليك يا رب. ربنا ربنا يخليك. يكرمك يا رب. الجيلي اللي انت عامل بيه الفاكهه ده جيلي تلميع اللي هو على السخن ده؟ جيلي تلميع. على فكره لو ما عندكيش جيلي تلميع، حضرتك عارفه الجيلي فراوله، بكاوي الجيلي فراوله؟ ايوه. أو بس جيلي ده هيدي لون خلاص معنا. خلاص جيلي اناناس او جيلي موز. ممكن اي لون فاتح. صح. بالظبط. بس ده اللي هو الجيلي اللي على السخن صح؟ بس ده الجيلي السخن، فبيبقى افضل بكتير شويه بصراحه في موضوع الشغل ايوه اللي انا بعمله. بيتلمع بيه الفاكهه على طول. والطبقه اللي بيحتفظ بيها اللي على الفاكهه زي ما انت شايفه، او اللمعه تسلم دي ايدك والله. تقعد فتره جميل. كبيره. شكرا يا فندم. ربنا يكرمك. طيب تعالوا نشوف بقى موضوع التفاح. ادي التفاح اهو بقطعه حلو، وهبدا ان انا اوزعه كده.
وهجيب عندي من الفورمه ديت شويه قطعات كده. هجيب المان، هعمل بالمان اللي هو الراجل. بص اهي اتقطعت المان، بجيبها اهي وابدا ان انا ماشي. طب دي اعمل فيها ايه؟ برضه هاخدها وهشتغل بيها الاثنين، تمام. فمش هنرمي حاجه، خلي بالك كل اي فاكهه اقطعها نحطها فين في بس كل حاجه تدي شكل يعني. هتجيب عندي المان اهو. اين الجيلي؟ بجيب الجيلي ده اساسي عندي في كل حاجه انا بعملها، واغطس في الجيلي واروح عندي هنا. طيب التانية برضو نفس الكلام، هعمل حركه حلوه هنا شويه، خلي بالك يا حاج نبوي. هجيب الفراوله دي كده، هجيب الفراوله كده من النص، ماشي تمام. يعني ممكن نعمل الحركه دي وابدا ان انا اشيلها، اغطسها عندي في الجيلي واروح فين هنا كده، تمام. طيب تعالوا نعمل اشكال تانية. يعني هو ما تحكميش بحاجه، اللي قدامك اشتغلي بيه. هطلع الشكل ده وهبدا اعملها شكل الورديه ديت. كل الكلام اللي انا بعمله ده بيعتمد على الشكل مش اكتر يعني. فاي شكل انت عايزه تطلعيه على طول وتشتغلي بيه، سهل جدا، تمام. ايه يا فندم؟ يا مدام فاتن. ايوه حبيبي، ازيك يا محمد؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. ربنا يخليك يا رب. ايه الحاجات الجميله دي؟ اتفضلي. اهم حاجه اهو نسعد بعض شويه. مش بجد كل حاجه زي القمر. ربنا حتى يكرمك. انت والله ما شاء الله ما شاء الله يا حبيبي. يا رب قلبي. يصلح حالك والله. ميرسي. بص انا طالبه طلب صغير لو ايوه سمحت. اتفضلي. عايزه بص صينيه القرع العسلي، انت طلبتها من مدام هاله وما ردتش عليا. انت عايزه ايه في صينيه قرع العسل؟ يعني عايزه تعملي عندك قرع؟ طيب ايوه عايزه اعملها، وعايزه اعمل صينيه الجلاش بالتفاح الابل. طيب. يعني ابل باي. بالقرف. طب نشرح بس واحنا عايزه بنتكلم. اعملها بالجلاش، مش عايزه اعملها بحاجه تانية. طيب ماشي حاضر. هي اكيد الشيف هلا نسيت يعني، اكيد والله ما تقصدش يعني، بس هي سهله جدا اللي هي ان احنا نعملها في البيت. بالنسبه للقرع العسل بجيب اللحم بتاعه من هنا، اللحم ده بشيل الالياف اللي موجوده ديت وبشيل الجلد اللي موجود، وببدا اخد اللحم عندي وببدا اللي انا اقطعه مكعبات، تمام. بشيل ده اهو وبشيل الالياف دي واخد اللحم ده واحط الكيلو عليه كيلو، كيلو قرع عليه كيلو من السكر، احط الموجود. يا قديم قوي، والبرتقال عليه جزر والجو ده. اه والله انا بضحك عليك من زمان على فكره. ما تسيبش نفسك لما تيجي تشتري حاجه وبتعالى لي. تمام. وبعد كده حضرتك بتجيبي القرعايه بحطها عندي على النار، تسيبها تصفي الميه بتاعتها كويس جدا والشربات. طيب بعد كده بجيبها احطها عندي في بايركس، بحط عليها زبيب وقرفه ومكسرات، وبعد كده بعمل لها البشاميل. البشاميل عباره عن نص لتر من الحليب، واحط على النار معلقتين 2 من الزبده مع معلقتين دقيق مع ربع كوبايه سكر، بدوبهم مع باكو فانيليا واقلبهم على النار. عايزه تحطهم ميه ورد او ماء ورد او ماء زهر، حاجه بسيطه جدا، وتبداي ان انت تضيفيه عندك على القرعايه وتدخليه الفرن بالهنا والشفا. دي طريقه ودي طريقه يعني، تمام. طيب تعالوا نشوف عندي شكل القلب بقى عشان الحبيبه، تمام. اهو ادي القلب، ببدا ماشي من عينيا يا عم نبوي. ده شكل القلب، ببدا ان انا اجيبه اهو، حالا. يلا حط القلب ده هنا، تمام. وببدا اخد القلب التاني برضه نفس الكلام. لازم التفاح يبقى في ايه؟ موجود في الجيلي، لازم بالذات التفاح يبقى موجود في الجيلي، تمام. طيب تعالوا يلا نشوف بقى هنعمل ايه تاني. مسير ان شاء الله. هقول لك على حاجه، مسيرنا هنصور حلقه من كنترول جوه يا جماعه. ناس كتير قوي عايزه تعرف ايه اللي بيدور مع الشيف جوه الكنترول، ناس كتير قوي على فكره بتسال السؤال ده، فان شاء الله هيحصل ونشوف عم ناوي بيعمل ايه
هو عامه بيبقى نص الاخراج بيبقى بره، في طرقه كده بيبقى فيها ما اعرفش بيعمل فيها ايه واخد بالك؟ فهنشوف الموضوع ده هيبقى لايف ان شاء الله ماشي، عشان انت بتعمله فينا كتير. نبدا بقى ندلعها بقى، ندلع ايه بقى؟ ندلعها زي ما احنا عايزين. عنب، عنب ممكن احط 3 كده جنب بعضيهم. بص اي فكره والله هتيجي في دماغك، انا عارف انت تطلعي احسن مني 100 مره، لو انت بس ايه ظبطت الدنيا كده والمزاج رايق هتلاقي الدنيا حلوه. طيب عندي ايه بقى؟ بص يا عم نبوي، البرتقان، ادي البرتقان اهوت بجيبه. هناخد بس دي كمان. تعال ناخد البرتقان بقى. بص اقوم واخداه كده اهي، تمام. ادي البرتقان ببدا ان انا اقطعه ايه شرايح، نفس الكلام اهو. وفي الجيلي، وفي الجيلي، وابدا ان انا ايه. يا ام اسلام. السلام عليكم يا ابو انس. وعليكم السلام. ينفع كده؟ ينفع انت؟ ينفع يعني اللي انت بتعمله فينا ده؟ يعني قاعد كل ده على التليفون؟ طب ايه ينفع رايك كده؟ الفاتوره عندك المره دي؟ عندي نبوي بقى اهو، مش هو اللي بيخرج كده برضو؟ معلش بقى انا اسف. لا ابدا، فداك اي حاجه والله. يا ربنا يكرمك. ربنا يخليك، الله تسلم يصلح حالك ايدك يا ست وتسلم الكل. عينيك والله على كل اللي انت بتعمله. والله انا بعتذر على موضوع التليفونات ده، وارجو ان انتوا ما تزعلوش مني. لا انا مش زعلانه والله، بس انا يعني انت قبل ما عملت القلوب للحبيبه والدلع وكل حاجه وانا مستنياك. هو مش الحبيبه بس، لينا كلنا. طبعا. الله يكرمك. ربنا يبارك لك يا رب وتسلم ايديك والله على كل اللي انت بتعمله. طب ايه رايك في البوكيه ده؟ حضرتك تقدري تعمليه في البيت؟ يعني انا عايز اسال يعني درجه صعوبته. اكذب عليك يعني؟ اه. لا ما اقدرش. ليه طيب؟ قولي لي الشيخ طيب. محمد هو اللي يقدر بس. ابو ليه أنس. طيب؟ هقول لك على حاجه، انا عملت ايه صعب؟ ما هو انا عايز اعرف ايه اللي انا عملته صعب، انا مش شايف حاجه عملتها صعبه. لا النحت كمان صعب يا شيخ محمد. طب سيبك من النحت، ما انا جبت القرعايه دي قسمتها بالنص واشتغلت عليها. اه يعني موجوده يعني اصل هقول لك على حاجه، احنا واخدين على الزيارات اللي كده كده، انت حضرتك لما تروحي زياره بتاخدي فاكهه وبتاخدي عصاير والجو ده. طب ليه ما باخد نجرب؟ أهو. ليه ما كنت نجرب عايزة ناخد آخد بوكيه فاكهه؟ ورد والله. طب ماشي، ما ده بدل بوكيه الورد ما ناخد حاجه زي دي، هتبقى حاجه جديده ومختلفه في نفس خلاص الوقت. ادينا بنتعلم منك. يلا بينا. ربنا يخليك وتسلم ايديك والله. ربنا يخليك. انا برضو عايزه المحلب بعد اذنك. من عينيا، لا ما دام طلب جه يبقى خلاص. لانه فعلا محتاجين ان احنا نعمله. طب حاضر، من عينيا ربنا الاثنين. يبارك لك، متشكره قوي ليك. يوم الاحد ان شاء الله اوعدك خلاص نبني ماشي المحلب ان شاء خلاص. الله. شكرا ليك يا شيخ محمد. انا تاني طلب سلام يجي فطلباتك اوامر. تمام. ده نوع من انواع المخبوزات المحلب، وهيبقى عندنا الاساسي طبعا هقدر ان انا اعمله لك بمنتهى السهوله، هو ما فيهوش اي مشكله. بس اهم حاجه جهزوا لنا المحلب البودر وهنطحنه مع بعض ونبدا ان احنا نشتغل بيه. ادي الكيوي ببدا ان انا اقطعه كده نصاف او اربع. يلا ادي الكيوي خلاص كده خلاص. هنبدا بقى نزين برضه نفس الكلام. عندي تفاح احمر. طيب ايه رايكم هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنبدا نكمل البوكيه ونبدا ان احنا نزين اخر حاجه زي ما اتفقنا. اهم حاجه اللمسه الاخيره في البوكيه الفاكهه، زي ما انا عملت كده اللمسه الاخيره اللي هي الورد والحاجات دي كلها بتفرق كتير قوي في الشكل. حتى لما تيجي تقدميها يبقى لازم تعملي حاجه بحب، فالحاجه تبقى سهله جدا وانت بتعمليها. هنفنشها ازاي؟ خلينا نشوفها بعد الفاصل. طيب نقدر نعمل اشكال ايه تانية؟ طبعا انا ايه عمال اخلص اهوت، في حاجات كتير خلصتها. يا ساتر الكوايه ايه ما شاء الله.
الظاهر لسه مقطوفه حالا يعني. بس هاتها بالورب، يعني السبعات في الثمانينات بقى المره دي ايه تجيبها بالورب ازاي كده اهو. يعني دي هتكسر الدنيا شويه معايا. تمام. طبعا عملناها بقى من 5 دقايق بالظبط حضراتكم، والله نفسي كنت اصور لكم المنظر ده، كان مخلي الاستوديو كله بيرقص. عمال اقول له عايزين نبسط الساده المشاهدين مش راضي. هجيب اهو. تمام اهي. بص عامله ازاي الورب دي، بتجيبيها كده بعد كده تبداي ان انت تقطعيها كده، هتبقى بالشكل ده. يعني هتلاقيها بورب كده ماشيه بورب، تبقى زي الورديه. تمام. هجيبها يا ريس سامع. هجيب دي كده واجيب برضو الكوايه. طيب ايه تاني؟ اجيب عندي الكانتالوب واقطعه. خلي بالك لو تلاحظي تشوفي انا عايزه بس توري شكل البلانشه للناس، والله ما بضحك عليكم في اي حاجه. انا كل الفاكهه اللي بقطعها منضفه هنا، فمفيش اي دبري عندي او اي حاجه واخدها وبقطعها. كل زي ما انت شايفه كده الحاجه اللي بقطعها بستخدمها، مفيش اي حاجه برميها. واخده بالك احنا بنعمل بوكيه يا جماعه، ما بنعملش يعني اي حاجه يعني دي اهي ملهاش شكل خالص اهي. انا ممكن اخلي لها شكل اهي، انضفها كده احطها هنا كده وفي الجيلي، وابدا اللي انا اخدها كده والرق فين اهي. يعني ديت انا بتكلم يعني اللي هي يعني ما فيهاش اي حاجه، بس لو حطيناها في مكان معين هتدي اللون اللي انا محتاجه. تمام. ايوه بقى. طب نخش على الهلال. نخش على الهلال عشان الشهر الكريم اللي احنا فيه ده. كل سنه وانتم طيبين، وليله شعبان النهارده، ليله نص من شعبان، كل سنه وانتم طيبين. ادي القطاعات. وبرده على فكره لو في اي حاجه باقي عندك فروت سلطات، يعني قطعي على طول واشتغلي فروت سلطات على طول. شويه زبادي مع شويه سكر مع شويه نعناع تعملوا احلى فروت سلطات في الدنيا يعني. في رمضان بقى ان شاء الله احنا ويحييكم ربنا هنعمل لكم شويه حاجات كده خشاف بطرق جديده ومختلفه، من غير ما نكلف نفسنا كتير يعني. مش هيبقى فيه مكسرات. انا ناوي ان شاء الله النيه لله سبحانه وتعالى هنقطع المكسرات، هو السوداني بس ان شاء الله في رمضان. واللي يبقى بقى يجيب المكسرات يبقى ياكلها هو بصراحه، لان كده كتير. فهنشتغل بس ان شاء الله بالسوداني، مش هشتغل في اي حاجه في رمضان بالمكسرات، سواء عين الجمل. انا اشتغلت اخر مره بيه امبارح، لكن كانت في حاجات عندنا والله كانت موجوده من الاول انا اشتغلت بيها، لكن انا كده خلاص كده قطعت المكسرات مقاطعه تامه. في حاجات كتير هيبقى لها بدايل نشتغل بيها سهله جدا، وعلى فكره تديني نفس التيست ونفس الطعم. ادي شكل الهلال بجيبه. بس كده تمام. ايوه يا ريس. يلا تمام ان شاء الله. ان شاء الله. هجيب عندي التفاحية. تمام. لا كده مش سامعة. جميل. طيب انت في موضوع بقى الناس بتسأل برضو، لو انت هتعرفي البوكيه امتى تعمليه، يعني انت وانت رايحه امتى؟ وانت رايحه في يوميها يكون افضل طبعا. الجيلي عامه هو التغذيه تحطها في الثلاجه. البوكيه لو هتعمليه على طول تاخديه وتبداي انت تشتغلي بيه على طول وتوديه. هجيب الفراشه. ادي الفراشه دي بجيبها. انا عندي عده الكارفين كامله. والجيلي اهم حاجه. دي بقى الحاجه الشنطه اللي انا بستخدمها ليا الخاصه بيا. والله ربنا يكرمك.
دي يعني كل حاجه تلاقيها فيها بقى، القطاعات، الحاجات دي كلها، كل حاجه لها استخدام، يعني كل حاجه فيها عندي لها استخدام. بس دي يعني روحي في الشغل، بستخدمها في حاجات كتير قوي. هي دي اللي بتزين شكل الاطباق وبتزين شكل الحاجه. وعلى فكره هي دي اتعملت، يعني هي اساسي اصلا الكارفين على فكره، والنحت برضو عشان تكونوا عارفين اساسي فيها السكينه دي. بصي اوريها لك، راحت فين يا حماده؟ اهي دي، بص دي هي دي اساس اصلا الكارفين او اساس النحت، اللي هي السكينه دي. لكن كل دي اتعمل تكمله لدي، تمام؟ يعني الناس اللي ما بتعرفش اصلا تعمل كارفين او نحت عملوا الشنطه دي عشان تساعدهم او ما تاخدش معاهم وقت كتير. هبدا بقى خلاص بقى، انا كده خلصت. هبدا ان انا افنش عندي البوكيه بتاعي، بوكيه الفاكهه. اعتقد الموضوع سهل جدا وبسيط، ما فيهوش اي مشكله. هجيب عندي شويه ورد وهبدا ان انا ازين بيه. الجيلي مخلي ايديا ملزقه، لما اغسل ايدي. شويه ورد بقى نحطهم هنا. الورد ده صناعي على فكره، مش طبيعي. لو عندك ورد طبيعي برضو شغال مفيش مشكله، لكن انا افضل الصناعي، تغسليه كويس وتشتغلي بيه. ليه؟ لان ممكن يعمل ريحه مع الفاكهه فيكرف الفاكهه. كل الالوان السعيده اللي عندك تشتغلي بيها، بالذات احنا في الربيع، فالموف والبنفسجي الحاجات دي كلها هتفرق كتير جدا. يلا يا باشا، خلاص كده اهو. ودي كانت حلقتنا النهارده. اتمنى ان شاء الله تنول اعجابكم، وان شاء الله تستنونا في كل خميس بافكار جديده، ايديا جديده ان شاء الله تعجبكم جدا. اتفقنا يوم الخميس ازاي هنعمل ديكوريشن كامل للكيكايه. هنعمل كل انواع الديكور، سواء بالترانسفير، سواء على الرخامه، سواء الفان، مروحه، سوسته، كل حاجه هنعملها ان شاء الله نوريها لكم في برنامجكم تيستي مصري. وان شاء الله تابعونا يوم الخميس القادم في افكار جديده. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من برنامج تيستي مصري يوم السبت من 5 ل 6. السلام عليكم.